في 60 ثانية بالظبط هقول لك ازاي تستنسخ نفسك وتكون نسخة تانية من شات جي بي تي، بمعنى صح لما تيجي تطلب منه حاجة بعد كده مش هتضطر تحكي له المشكلة كلها من الأول، فده هيسهل عليك بعد كده ان انت تطلب منه أي حاجة بدون ما تشرح له كلام كتير. أول خطوة هتفتح شات جي بي تي وتدخل على الإعدادات وتضغط على كاستمايز، وبعد كده هتضيف معلوماتك كلها هنا، زي مثلا انت بتشتغل ايه، عندك كام سنة، متخرج من ايه، عندك عربية نوعها ايه، عشان بعد كده لو سألته مثلا عندي مشكلة في العربية فهو هيكون عارف نوع عربيتك بدون ما تقول له نوع عربيتك. لو انت عندك مشكلة صحية هو هيعمل حسابه في الردود اللي جاية بناء على تعبك ده، او لو انت شغال شغلانة معينة هيعمل حسابه في الردود اللي جايه بناء على الشغلانه وبناء على ظروف حياتك كلها عشان يديلك الرد المناسب والمخصص ليك انت. ولو كنت مثلا بتحضر لكورس معين او في مستوى معين من الانجليزي او من الالماني حتى، فهو يكون عارف المستوى بتاعك وبناء عليه لو هتتدرب معاه يقدر يديلك الاسئله المناسبه للمستوى بتاعك. مش شرط كل مره ان انت تعرفه انت بتدرس ايه ولا عندك كام سنه ولا عايش فين. الخطوه الثانيه بقى ودي الاهم على الاطلاق عشان تعلمه صح يرد عليك الاجابات اللي على دماغك وعلى هواك انت، وهي انه لما يديلك رد عاجبك قول له تحفظ الاسلوب ده في المره الجايه عشان يجاوبك بنفس الاسلوب ده وبنفس طريقه التفكير دي في المره الجايه. وبكده مبروك عليك، عملت نسخه ثانيه من شات جي بي تي ليك انت لوحدك.